لي ميساجات كيهضر معايا كيعصبني، وانا ان شاء الله خارجه من عمليه جراحيه اللي كخصها الراحه، عاديك والده، يعني جاوني 2 دقات مربعطيات وما قدرتش انني نتمالك ديك الشيء هذاك وديك الضغط هذاك كامل. قلت له صافي يا ولد الناس، بغيتي تطلقني طلقني في ميساج في الواتساب، قال لك انت طالق وهذه اخر طلقه لك عندي. يعني شي حاجات مستفزين جدا. كتشوف راسك كيفاش انا كنت زوجه وكنت كنتعامل انني زوجه، دابا كنتعامل على انني ماشي لا زوجه ولا عشيقه ولا شنو. ما بغيت نفهم حتى وضع السفاره انها ما كانتش كاينه واحد الاجابه اللي هي صريحه وواضحه بحكم القوانين اللي كنعرفوها وكندخلوا كنشوفوها من الانترنت. كيقول لك بان كاينه قوانين حاليا في الدوله السعوديه انها كتنصف المراه في الحالات ديال المطلقه، كتعطيها الحضانه ديال الابن ديالها، وكتعطيها الجواز السفر ديالو، كتعطيها البطاقه الهويه ديالو، يمكن كتعطي لها حتى الاقامه ديال الدائمه ديال السعوديه بحكم انها مواطن سعودي. انا كنشوف الحقوق ديالي تهضروا والحقوق د بني تهضروا، لا جواز مغربي لا جواز سعودي لا موافقه السفر. انا معلقه، ما حيلتي نطلع لاوروبا نكمل القرايه ديالي، ما حيلتي نبقى هنايا، ما حيلتي نخدم، ما حيلتي العواول نقابلهم، شني غادي نعمل الله اعلم.